السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو انه يلقاكم في احسن الاحوال، ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. السوف اللي غادي نوجد ان شاء الله هذا العام. خديت 2 كيلو ديال الجنجلان، شديتهم ونقيتهم مزيان. كاين اللي كيغسلو، انا غسلته وشمشتو غير واحد شويه ومن بعد حمرته. الا غسلته كيتنقى، ما كيبقاش فيه كاع دوك العواد، الا كان فيه شي حجر شي حاجه كيتحيد. المهم كتنقيه مزيان كتحمروه. انا حمرته هو هذا. زرعت الكتان كذلك خديت نص كيلو وغادي نحمرها حتى هي. هانتوما شوفوا معايا، كي قلت لكم اللي بغى يختار انه يغسل ومن بعد نشفهم شويه هادي يحمر. كاين اللي ما كانوا نقيين ما كيغسل، كتمسحهم هكا بشي شيفون صافي وكتنقيهم مزيان كتبدا تحمر فيهم. خديت قلت لكم نص كيلو ديال زرعه الكتان. المهم غادي نحمر داكشي مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وغناخذ إيلان كذلك جوج ديال إيلان كذلك نص كيلو كاوكاو. خديت 2 ديال الكيلو فسختهم وقليتهم. هذا هو إيلان. دابا غادي كيف ما قلت لكم نقيته مزيان وغادي نحمرو حتى هوايا. كي قلت لكم خديت فيه نص كيلو. نافع وحبة حلاوه خديت رابعه. القرفه خديت تقريبا شي 5 دراهم، ما خديتش بزاف. بالنسبه للمسكه الحره ما كنديرهاش، كندير غير الكوزه. خديت انا 2 كوزات، غندير غير وحده وما غاديش نديرهم بجوج. المهم هذا هو النافع، كنشديتهم ومسحته مزيان بواحد الشيفون وغادي نحمرو. هو هذا راه خلطته هو والنافع، حبه حلاوه والنافع خلطتهم يعني صافي نقيتهم وكلشي، خلطت كلشي جمعته صافي. وغادي نمشي نحمر الطحين كذلك حمرته غير في الدار، درته في مقله عندي ثقيله وكانكم دير في كوكوت، وكتبقاي هكا تقلبي وهو كيتحمر حتى كيتحمر مزيان ياخذ واحد اللون ذهبي. عاد كتحيديه كتخليه حتى كيبرد وكتغربليه. المهم هاد المراحل انا درتهم قبل ما نبدا انني نخلط الصوف ديالي. كذلك كلهم هاد المكونات اللي ذكرت معكم في الاول طحنتهم ووجدت كلشي. هانتوما غتشوفوا معايا ملي غادي نبغي نخلط راه كلشي مطحون كلشي مغربل كلشي مقاد. فسخت كذلك اللوز، غادي ندير نصو غنهرمشمو وغادي نديرو مع الصفوف، والنص الاخر غنخليه صاين وغادي نخليه هكاك بالفوق. شوفوا معايا الطحين صافي راه بدا كياخذ اللون اللي بغيت. صافي ملي غياخذ اللون اللي بغيت غادي نحيدو وغنخليه حتى يبرد. عاد يمكن ليا انني نغربلو ونحتفظ به ملي نبغي نخلط يكون عندي موجود. المهم هذه الطريقه ديالي، وما شاء الله السيدات راه حادقات كل الطريقه ديالو تقريبا كنبغيو غير نتشاركوا معكم الافكار. الطحين ديالي هو هذا بعد ما تحمر. شوفوا معايا اللون ديالو كيفاش داير غزال. اللوز راه نقليته هو والكركاء الكاوكاو. المهم هادشي هما المكونات، انا راه كلهم طحنتهم النافع حبه حلاوه غربلتهم مزيان. إيلان، القرفه كذلك باقا ما غربلتهاش، من غادي نبغي ندير غنغربلها. هذه هي زرعه الكتان. ودرت واحد شويه، هذا هو إيلان، ها هو مطحون مغربل كلشي موجود على حقه طريقه. اللوز كذلك هو. القرفه رانا باقا ما غربلتهاش حيت شريتها مطحونه. خديت واحد نص كيلو ديال الطحين ديال الشعير، هذا هو اللوز راه قليته. نص كيلو ديال طحين الشعير هو هذا، رانا شديته غربلته وكذلك حمرته. شوف اللون ديالو زوين، بغيت نديرو كاضافه. ودرت 2 كيلو ديال الطحين، 2 كيلو ديال الجنجلانه هما منقين محمرين، و2 كيلو ديال الكاوكاو كذلك مفسقين ومقليين. كاين اللي كيبغي يحمرهم في الفران كذلك كيجيو زوينين. المهم كلها والطريقه ديالو. الطحين هو هذا اللي كنت ديجا رانا مغربلاه وجداه. بالنسبه للطحين ديال الجنجلان وديال الكاوكاو، على حسب نتوما كيفاش كتبغيو. الا بغيتوهم يكونوا هانتو شوفوا معايا الكوزه انا عندي 2 غادي ندير غير وحده غنحكا. بالنسبه للقوام اللي كتبغيو واش يكون الكاوكاو والجنجلان باينين، راكم كتشدوهم كطحنوهم مزيان في المونيكس. الا بغيتوهم ما يكونوش باينين بحال هكا، ولا بغيتوهم يكونوا باينين كتشدي غير الهشوار وكتدقدقيهم فيهم مزيان. راه هي ما كتطحنش مزيان، كتخليهم شويه صاينين. المهم انا النص غادي نديرو في الهشوار والنص غادي نديرو في المونيكس باش ما يجينيش كلشي
هكا كيكونوا حبيبات صاينين. لذا انا بغيت يكونوا ما بيش يعني شويه فيه مكونات مهرمشه ومكونات تكون مطحونه مزيان. المهم غادي نهرمش النص ديال الكاوكاو والجنجر، والنص الاخر غادي نديرو في المونينكس باش يطحن مزيان. اللي عنده المهراز ممكن انهم يدقهم في المهراز كذلك كيطحنوا مزيان. المهم نخليكم مع الطريقه اللي غادي نخلط بها هي هذه. بالنسبه للزيت اولا باش غادي نجمع الصوف ديالي، انا كنجمع بالزيت بلديه صاك، ما كندير فيها لا زيت روميه لا زبده لا حتى شي حاجه. كتجي زوينه بالزبده لان كيغليوها وكيحيدوا هذيك الفراره الفوق وهذه. لا انا غندير نيشان الزيت البلديه، الاحسن صحيه وكلشي، وبالنسبه للدراري الصغار احسن. المهم كله كيفاش كيفكر وكيفاش يبغي الصوف ديالو. انا كنبغيهم هكاك. دابا انا طحنت النص بالمولينكس نيلته مزيان، والنص الاخر غادي نهرمشو بالمهاشوار. خليكم مع الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش لي لايك، وما تبخلوش علينا بالتعاليق. والناس اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ان شاء الله تكونوا مستفيدين ونكونوا حنا مفيدين. وكي قلت لكم ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالتعاليق ديالكم. والناس الاوفياء كنبغي نشكركم بزاف 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 على الوفاء ديالكم وعلى المتابعه ديالكم. نخليكم مع الفيديو حتى الاخير تشوفوا الطريقه ديالي اللي صوت بها الصفوف اللي وجدت في هذا رمضان. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشتني فرسنا، لفت القلب لحنا شوف حالي انا. عشيري هذا معايا في وقت الشدة هدايا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس فيا، عرفني تايه فيا، ولو ضغطي خاف عليا وبلو مشتوق. وانا ملاك انا عشتني فرزنا، هبت القلب ولحنانا شوف حالي انا. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك انا عشتني فرسنا، لفت القلب لحنا شوف حالي انا. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا سالي ونطير معك ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وملاك
خليك لي يا سالي ونطير معك إلى ليلي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي يا سالي ونطير معك إلى ليلي ما تخلي الوقت يسالي يا